السلام ومرحبا بكم معايا اليوم في مطبخ ام فرات امجد. اليوم جيتكم بهذه الوصفه تجي بزاف بنينه وتجي سهله. هذا البتي بان مالحين بالفرماج، جاو مورقين بواحد الطريقه ما تامنوش كيفاه جا خفيف وبنين وبلا زبده التوريق، سهل بزاف في الخدمه تاعه. هذا البتي بان ساهل و تنجموا تقدموه كيما راكم تشوفوا مع شوربه ولا مع دي فريت ولا مع اللي يبغوا هكا. هادو الصوالح الخفاف وسهلين في التحضير. تبعوا معايا هنا بلا ما تنسوا الجيم للفيديو. عندي هنا المقادير، غادي نستعمل انا هنا مغرف تاع السكر مع مغرف تاع الخميره تاع الخبز، خميره الخبز. مغرف كبار غادي نحطهم هنا كما راكم تشوفوا، مع كاس تاع الحليب دافي وكاس تاع الماء دافي كذلك. هنا اللي يبغي اللي عائلتهم صغيره ويبغوا يديروا نصف الكميه، نجموا هنا تقسموا كاع المقادير على زوج. كما راكم تشوفوا نضيف هنايا نص كاس تاع الزيت، نخلط هذه المقادير اللي قلت لكم عليها مليح مع حبه تاع البيض كامله. وعندي كاس تاع الفرينه، نحط في الاولى في البدايه كما راكم تشوفوا هنا حطيت كاس واحد تاع الفرينه، ونخلي هذا الخليط تاعي يريح. نغطيه ببابي فيلم ونخليه واحد يعني واحد 10 دقائق، من 5 دقائق حتى ل10 دقائق وهو يريح. من بعد نعاود نولي له باش نكمل المقادير اللي بقات. والحاجه الاولى هي الفرينه، حطيت في الاول كاس، وهنايا بعد ما ريح الخليط ضفت هنا زوج تاع الكيسان تاع الفرينه واحد اخرين، مع نص ساشي تاع الخميره تاع الكاطو. نغربل هنا الفرينه تاعي، نخلط هذه الفرينه مليح هنا، ونزيد المغرف صغيره تاع الملح. كما لاحظتوا اني ما حطيتهاش في الاول، خليت حتى ضفته مع الفرينه اللي بقات. هنا حطيت زوج كيسان كما راكم تشوفوا تاع الفرينه، هذا الكاس الثالث بالاضافه للكاس الاول اللي حطيناه في الاول كاع مع الخليط. يعني هنا رانا حاطين 4 كيسان تاع الفرينه كاملين. هنا كي تحسوا العجينه تبدا تنشف، هنا خدموها بيديكم باش تعرفوا شحال تزيدوا الكميه تاع الفرينه باش ما تنشف لكمش العجينه، تعرفوا القوام تاعها هكا في يديكم خير. هنا حطيت كما قلت لكم يعني مجموع تاع الفرينه 4 كيسان، وهذا وضفت ربع كاس على حساب النوعيه اكيد تاع الفرينه. هنا دات لي 4 كيسان وربع تاع الفرينه، هذا الربع الاخير اللي ضفته. والعجينه تاعي باش هنا لميتها وخليتها هكاك جاريه تتلصق في اليدين، باش هذاك البتي بان تاعكم ولا الخبز ولا الخبيزات يجوكم خفاف، يجوك كيما القطن. خلوا العجينه تاعكم هكا. وكاين كيما تعرفوا الفرينه اللي تشرب بزاف، هي من الاحسن خلوها هكا جاريه. من بعد الى خصكم الفرينه تنجموا تزيدوا لها خير ملي تنشفوها. هنا بعد ما خليتها، خلوا العجينه تاعكم تريح على الاقل 10 دقائق، من 10 دقائق حتى ل20 دقيقه. انا خليتها هنا 20 دقيقه وهي تخمر. من بعد عاود هوت لها الخمور. دائما كي تجوا تخدموا رشوا شويه تاع الفرينه باه ما تلصق لكمش في يديكم. خليتها انا على جهه. الوقت اللي رحت كما راكم تشوفوا خليتها واحد يا ربي 3 دقائق. الوقت اللي رحت وجدت الزبده تاعي اللي غادي نورق بها. هنا انا وزنت الزبده تاعي 70 غرام، يعني حوالي زوج مغارف معمرين تاع الزبده، زوج مغارف معمرين وهما هكاك قبل ما نذوبوا الزبده تاعنا. هنا في الحل تاع العجينه كم تشوفوا اني بديت هنا نحل فيها. هنا استعملت الفارينه، خلطت معها شويه برك تاع المايزينا، يعني حوالي كيما نقولوا 4 مغارف تاع الفارينه مع زوج مغارف تاع المايزينا، نحطهم نخلطهم مع بعض، هما اللي حليت بهم العجينه تاعي. نمشيت هنا العجينه تاعي كاع حليتها على شكل مستطيل يكون كبير. كيما راكم تشوفوا نحلها هنايا كاع مليح. ودائما نرشوا هذاك الخليط تاع الفرينه والمايزينا كي تجوا تحلوا باش هكا ما تلصق لكمش، خاطش العجينه كيما قلت لكم خليتها طريه باش هكا لي بتي بان تاعنا يجوا خفاف. هذه هي الزبده اللي قلت لكم انا هنا جبتها من قبل من الفريجيدار، خليتها طريه. نتوما اذا كانت عندكم بارده ذوبوها وخلوها تعاود كيما نقولوا ما تخدموش بها هكاك وهي سخونه. ذوبوها وخلوها تريح شويه من بعد تخدموا بها. انا هنا جبتها من قبل من الفريجيدار. كما قلت لكم هنا استعملت 70 غرام تاع الفرينه، يعني زوج مغارف معمرين مليح، عفوا تاع الزبده. وهنا اني نستعمل زبده عاديه، يعني ماشي الزبده تاع التوريق. نستعملوا هنا عفوا زبده ولا مارغرين اللي عندكم.
ومشيتها كاع على العجينه وطبقت العجينه كيما راكم تشوفوا معايا. هذيك الزبده غادي نديرها كاع كامله. دوك نزيد ندهن هذا المستطيل اللي راكم تشوفوا فيه معايا هنا بالمارغرين ولا الزبده، ونطبقه كيما ما نطبقوا الحبه تاع المسمن. راكم تشوفوا هنا كيف طبقتها. غادي هنا من الاحسن خلوها تريح واحد يا لو كان 5 دقائق، 5 دقائق 10 دقائق. انا هنا خليتها 10 دقائق وهي تريح بعد ما طبقتها كيما راكم تشوفوا. حطيتها فوق بابي كويسون ولا حكموا ساشي حطوها فوقه. انا هنا رشيت لها شويه تاع الفرينه والمايزينا كيما قلت لكم. غادي نغطيها هنايا ببلاستيك ونحطها في الفريجيدير 10 دقائق ونعاود نولي لها باش هكا تجيني سهله في الحل. ما نبقاش كيما نقولوا تبقى العجينه هذيك يعني نتوما تجبدوه هي تجبد هكا تجيكم سهله بزاف. وشوفوا شحال جات خفيفه، يعني الصوره راهي تبان. جات واحد العجينه كيما القطن خفيفه خفيفه بزاف. هنا غادي نحلها كاع كامله كيما راكم تشوفوا، نحلها على شكل مستطيل طويل. انا هنا هذه الكميه اللي درتها يعني كميه عائليه، خرجت لي 20 حبه نتاع 20 حبه تاع البتي بان هذا المالح كيما قلت لكم بالجبن. نتوما اللي عائلتهم صغيره وبغاو يديروا غير على حساب 10 حبات تقسموا كيما قلت لكم المقادير. انا حليتها هنا. انا هذا غادي من بعد نقسمه على زوج، يعني غادي ندير زوج تاع لي رولي. الجبن اللي عندكم استعملوه، جبن هنا رابي ولا انا هنا خلطت ما بيناتهم. كان عندي جبن هذاك مثلثات عادي تاع ولادنا اللي ياكلوه، فتته كيما راكم تشوفوا. وغادي نضيف عليه الفرماج هنا مرابي اللي نستعملوه في البيتزا. نتوما ديروا النوع اللي يكون متوفر عندكم في البيت. غادي نرش انا هنا كيما راكم تشوفوا رشيت كاع الفرماج هذاك ونرولي العجينه تاعي على شكل هنا رولي كيما راكم تشوفوا. نروليها راكم تشوفوا انا قسمت العجينه على زوج، يعني غادي دير لي زوج تاع لي رولي. هنا المكان هذاك اللي يكون محلول قفلوه مع العجينه بالطريقه اللي راكم تشوفوا انا نخدم بها. وهذيك الفتحه اللي قفلتوها هذيك هي اللي غادي تكون من تحت باش هكا لي بتي بان تاعكم يجوا مقفولين، ما يتشقوا لكمش وما يتحلوا لكمش كي ديروهم يطيبوا. كي تكملوا ترولوهم خبزوهم غير شويه بيديكم باش هكا ما يجوكمش طالعين بزاف، يعني وكي يطلعوا بزاف يتحلوا لكم من الفوق. هنا هذا انا قسمته على 10 تاع الحبات. نتوما تبغوا تصغروا يعني الحبه ولا تكبروها، كل واحد ولا كيما يبغي يدير. كملتهم انا هنا كاع في التقطاع. راكم تشوفوا هنا الشكل تاعهم كيفاه جا مدور. ومن بعد دوك كي يخمروا يزيد يبان مليح التوراق تاعهم اكثر، وفي الطياب يزيدوا يبانوا اكثر واكثر. هنا كملتهم كاع كيما راكم تشوفوا. انا حطيت هنا بابي كويسون. السنين الاول راني طيبتها على بابي كويسون، والسنين الثاني يعني عادي اللي ما عندهش ادهنوا برك بالزبده ولا دهنوا بالزيت ولا رشوا الفرينه وطيبوا عادي، يعني ماشي شرط تتقيدوا بجميع المراحل. هذو الحاجات يعني ما ياثروش. هذا الحربوش الثاني اللي راكم تشوفوا فيه هاني رشيت له قبل، هنا عكست رشيت قبل الفرماج هذاك رابي وزدت عليه تاع المثلثات وقفلته قطعته بنفس الطريقه كيما خدمت الاول. وهنا راني نسقم في الرولي هذاك مليح باش يجوني الحبات متساويين ويجوا شكلهم يعني مفيني مليح. هنا كيما قلت لكم راني دهنت البلا تاعي كاع بالزبده، وغادي نحطهم هنا يخمروا حتى يتضاعف الحجم تاعهم كيما راكم تشوفوا. انا هنا غادي ندهنهم عندي هنا حبه تاع البيض، ضفت لها مغرف تاع الحليب ودهنت بها الوقت اللي راني ندهن به. نحط الفور تاعي يسخن على 100 و 180 درجه ونطيبهم. هنا رشيت لهم شويه تاع الجلجلان اختياري اكيد. نحطهم هنا يطيبوا. انا شعلت لهم هنا الفور راكم تشوفوا كيف ضعف الحجم تاعهم وكيفاه جاو منفخين وخفاف. هذا السنين الاول راه طاب هنايا. يوجدوا لكم بالخف ساهلين بزاف هاد لي بتي بان وبلا يعني عجينه مورقه. شوفوا الشكل تاعهم كيفاه جاو والخفه. صدقوني واحد الوصفه ما نستغناش عليها. هنا انا قدمتهم مع شوربه فريك، وانتم تنجموا ديروهم كيما قلت لكم مع تقدموهم مع بزاف يعني حاجات. جاو خفاف ومقطنين راكم تشوفوا كيفاه جاو. هنا هذه هي الوصفه تاعي تاع اليوم. ان شاء الله تجربوها وتنجح لكم، ومع السلامه ان شاء الله في وصفه اخرى.